أحبائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد مع الإبداع وبرنامجنا بالريشة والقلم. مرة تانية بنرجع لكم من خلال برنامجنا بعد الأعياد. طبعا كل عام وأنتم بخير، ويا رب كل أيامنا دايما تكون أعياد. وأهلا بيكم معانا في حلقتنا. وزي ما تعودتوا معانا في حلقاتنا إن دايما حلقاتنا بتقدم الإبداع في كل المجالات الثقافية، منها الفنية ومنها الثقافية. الإبداع سواء بالكلمة أو بالرسم أو بالشعر أو بالغناء أو بغيرها من مجالات الإبداع المختلفة. فأهلا بيكم معانا وحلقتنا الليلة. زي ما تعودتوا معانا بنبتدي دايما حلقاتنا بالأخبار الثقافية أو بأهم الأخبار الثقافية. وأول خبر ثقافي معانا النهاردة عن اختيار فيلم الترعة لمعهد السينما ليمثل مصر في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال76. وقد أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار الفيلم المصري الترعة من إنتاج المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون لتمثيل مصر رسميا بمسابقة مدارس السينما، ويكون ضمن 14 فيلم وقع الاختيار عليها من بين 2000 فيلم تقدموا للمسابقة. ومن جانبها هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فريق عمل الفيلم من طلبة وطالبات المعهد على الإنجاز المهم، وحثتهم على مواصلة إبداعاتهم وإحراز المزيد من التقدم. ننتقل للخبر الثقافي الثاني معانا النهاردة، وفي مستهل زيارتها لشمال سيناء في عيدها القومي وزيرة الثقافة توجه بتسيير قوافل المكتبات المتنقلة لقرية شهداء الروضة وتزويد مكتبات المدرسة بإصدارات الوزارة، حيث قامت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بجولة تفقدية بقرية شهداء الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن فعاليات المشاركة باحتفالات أعياد سيناء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا اللواء هشام وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وجهت وزيرة الثقافة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لأهالي قرية شهداء الروضة والقرى المحيطة بها، وتسيير عدد من قوافل المكتبات المتنقلة للقرية، وتزويد مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية والفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية، وأيضا مجالات الحرف البيئية والتراثية وغيرها من المجالات الثقافية. تعالوا مع بعض دلوقتي ننتقل للأخبار الفنية على الصور زي ما تعودتوا معانا. وأول خبر معانا ثراء جبيل قيادتي سيارة نقل من أصعب تحديات مسلسل تحت الوصاية، ومنى زكي مدرسة تمثيل. الخبر الثاني بيقول هكذا يظهر كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين في رمضان القادم 2024 إن شاء الله. أما الفنان محمد سامي فبيقول لن نقدم الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة. الفنانة هنا زايد هتكون الخبر التالي عليها، وتعلن عن تقديم جزء ثاني من فيلم قصة حب مع أحمد حاتم، واحنا طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. أما مسلسل ستهم لروجينا المخرج بيقول إن فكرة العمل تشابهت مع مسلسل منى زكي، ولكن ذلك لم يؤثر علينا. الفنانة الجميلة أمينة خليل بتقول كان نفسي أمثل في مسلسل عائلة الحاج متولي ودوري في جراند أوتيل أهم أدوار حياتي. ده كان آخر أخبارنا الفنية من خلال برنامجنا بالريشة والقلم. تعالوا مع بعض دلوقتي ننتقل للفقرة الحوارية مع شاعرنا الجميل الأستاذ جمال عبد الوهاب. تعالوا مع بعض ننتقل ليه، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. عودة مرة أخرى وبرنامجنا بالريشة والقلم، نستكمل معاكم فقراتنا ونوصل للفقرة الحوارية اللي بيسعدنا وجود فيها الشاعر الجميل والكبير الأستاذ جمال عبد الوهاب، وهو إعلامي وأيضا عضو في جمعية خريج الإعلام وعضو اتحاد الكتاب المصري وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير
له 6 دواوين منها المطبوع والجاهز للطباعة، مؤلف أغاني ومونولوجات من خلال مجلة كاريكاتير، ومؤلف تتر برنامج حكاية شبرا على القناة الثانية، وله العديد من المساهمات في الجرائد والمجلات الفنية. بنرحب بسيادتك معانا الزميل العزيز الأستاذ جمال عبد الوهاب. طبعا احنا النهاردة اتفقنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو لحظة الإبداع عند الشاعر. ولحظة الإبداع كيف تبدأ مع الشاعر؟ هل يبدع في لحظة خاصة بخياله، أم يبدع في لحظة يتأثر فيها بشيء ما؟ هو الشاعر أو الفنان إما تأثرش بالوسط المحيط بيه يبقى فقد كتير من خاصيته الفنية. احنا دلوقتي مثلا مصر في وضع إلى حد ما بتعافر علشان توصل لوضع أفضل وأحسن. لما حد يتطاول أو يتكلم عن مصر بشكل مش كويس، فاحنا بنقول له مصر بخير، مصر بخير وهتفضل دايما أم الدنيا وفيها الخير، فيها الطيبة وتطعم دايما كل جيرانها، ما تهمل طير. شوفوا الماضي وعالم راضي بصوت الحكمة، وقول يا زمان شعبك طيب وفرحه قريب، دايما ديما تحمل ظلم الغير. ده بالنسبة لمصر. طيب احنا بنقول لحظة الإبداع بتكون في بعض الأحيان نتيجة تجارب شخصية أدت إلى الإبداع، مثل ما يشعر بها الشاعر تجاه شخصية ما، أو يتأثر بشخصية ما، فالشخصية دي تجعله يبدع في أعماله ويقدم أشعار خاصة عن هذه الشخصية. فمين هي الشخصية اللي أثرت فيك وفي حياتك وخلتك تقدم عنها أعمال وأشعار؟ هو الشاعر دايما بيحس ان هو ايه، كل الجمال ملكه. بيحس ان هو دايما كل ما يشوف حاجه كويسه يحب ان هو يبدع ليها. فالمشكله بقى ان هو بيتفهم غلط. يعني مثلا لما باجي اشوف حد معين مثلا واكتب له رباعيه او اكتب له عمل معين، انا مش عايز اقول ان يعني ممكن هي ما تشوفهاش او هو ما يشوفهاش. فانا مثلا بقول ايه، بترجعيني للحياه وتريحيني بالصلاه وتعيدي في الدنيا الامل والقلب فرحان بالنجاة، يا فرحة تاهت من زمان، يا نسمة مش عارفة المكان، يا أحلى كل شيء، يا حلوة الروح يا حياة. متهيألي صاحبة الرباعية دي لو عرفت ممكن هي تتخيل ان مثلا في حاجة يعني في مشاعر اكبر من كونها لكن مش تأثر بس خاص بقصيدة. ان هو تقدير واحترام. وهي لوش فيها نوع من التقدير والاحترام ما كنتش انا اتاثرت بيها. اكيد. مين تاني من الشخصيات اتاثرت بيها، ومين من الشعراء كمان اتاثرت بيهم وكتبت عنهم في اعمالك الشعريه؟ انا كنت عامل معارض كتيره برضو للشخصيات ورموز كتير. على سبيل المثال كتير والله. انا كنت نفتكر منهم مين النهارده؟ ل 150 شخصيه مصريه وعربيه. انا ممكن اتكلم عن، انا اعرف ان حضرتك عملت الكثير من الفنانين كمان. انا مثلا اتكلم عن نجيب الريحاني. فنجيب الريحاني بقول ايه، بحاول كل يوم اهرب من الاوهام وداريها، يجيني كل يوم اصعب واقول دنيا وجاريها، وقلبي معاد يزيح همه ودمعه يسيل وما بيديش، كتير الناس تبيع احزان وانا بجهل اللي شاريها. الله. لانه هو دايما الضحك الباكي. الكوميديا بتاعته فيها نوع من الشجن الجامد يعني. بالظبط. طيب نقول مين تاني من الشخصيات اثرت فيك، من الشخصيات الفنيه وكتبت عنها اعمال؟ كتير. يعني احنا قلنا اكتر من 150 شخصيه فنيه. كتير والله. مين تاني فاكرهم يعني؟ مين بقى من المطربين مثلا؟ لا في كتير برضو. بيتهيألي اكتر حاجه بالنسبه لي كانت ام كلثوم وعبد الحليم. طب فاكر حاجه لعبد الحليم او ام كلثوم؟ في كتير برضو. بس انا جاي عايز اعمل في حاجه اتكلم اللي احنا فيه، اللي هو زواج القاصرات. يعني دي التجارب بقى الشخصيه اللي بتاثر كمان في الشارع. يعني من لحظات الابداع تجارب شخصيه بيمر بيها الشاعر بتخليه يبدع. الواحد بيبص على ان في حاجات غلط في زواج القاصرات. القاصر مش اللي هي عندها اقل من 18 سنه. القاصر دايما اللي هي بتبقى يعني تفكيرها لا تملك لنفسها قرار.
يعني ما بتبقاش تملك لنفسها انها تقول اه او لا، او منساقه دايما، او في تاثير خارجي عليها. مم. فتيجي بعد كده تبص تلاقي ايه، في يعني ده مشاكل. واحد من الموضوعات اللي أثروا فيك في الحياة أو تجربة مريت بيها وبعمل شخصيا، فبالتالي خلتك تبدع في هذا المجال. كتبت إيه للقاصرات عن هذا الموضوع؟ فيعني من ضمن الحاجات اللي هي للبنت اللي هي القاصر مهما كان سنها، ممكن يكون اتضحك عليها، ممكن يكون اتأثر عليها، فبقول اشتراها بالفلوس والجواز كان على الورق، واحنا ما بنبيع نفوس حتى لو قلبه اتحرق، نفسي ترجع تاني داري واكوي قلبه بحر ناري، خان وباع حتى الأبوة والأمان عندي اتسرق. ده المقصود إن البنت القاصر لا تملك لنفسها إرادة. فأنا عامل زي مسرحية كده، وعامل عمل كبير في حدود، وبتلحن الحمد لله رب العالمين، اسمه قليل الأصل. ده برضه من الحاجات اللي هي الكويسة يعني الحمد لله. دي ذكرت فيها القاصر، ايه تاني من التجارب ذكرتها في هذه المسرحية؟ بقول قليل الأصل خد مني حبيب غالي وراح مني، وعشمني وطمني يكون النني جوه عينيه، وقال بكرة يكون أغلى وبرعايتي يكون أعلى، وعمري بمالي ما استعلى ومن طيبتي وسأت أنا فيه، وقدم لي الوعود بالكوم وقال بكرة، وقدم لي الوعود بالكوم وقال عمري ما خونك يوم، وناس مني تقول محروم بيلعب بيك ما حاسس بيه، ويوم عدى ورا التاني وشهر يجر في التاني، وينساني واقول تاني وحايل فيه وما بيرضيه، ودادي فيه واقول جايز بيبني حياته مش عايز غريب يحكم، ولا عايز هموم الدنيا يوم تشقيه، وتاري لعبة ولعبها يقول ده حياتي وحبيبها، وعودك ليه تكدبها يا خاين بعت حب بايه، زمان كنت اللي بديلك، زمان كنت اللي بديلك وطبطب لك وعديلك، تقوم تنكرني ده جميلك، وسأت انا فيك وتنكر ليه، تقول مديون وانا اتداين، تقول بيخون ومش خاين، يا خاين كل شيء باين، حبيبي رده حبيبي رده انا اراعيه، اخدت ملاك وبنت اصول تشيطنها ومش بتقول، وصيناك والعذاب بيطول وغصب بغصب بتعديه، نهايته ربي على الظالم وبخيانتك اكيد عالم، بتخدعني وانا مسالم وكرهك حتى ما تخبيه، قليل الاصل. ده اللي بيدور حواليها العمل الفني كله، على قله الاصل اللي في زواج القاصرات، وعدم صيانه القاصرات، وعدم صيانه القاصر اللي هي بتجيل اللي هي. طب جميل، واضح ان دي واحده من التجارب اللي اثرت فيك واثارت لحظه الابداع في حياتك. دي اثرت يمكن جامد. كمان من التجارب اللي كلنا بنمر بيها ويمكن بتاثر فينا بشكل جامد جدا، هو غياب عزيز، غياب عزيز بقى بالموت، غياب عزيز بالبعد. فاكيد لحظه الغياب ولحظه الموت ليها تاثيرها الخاص على الشاعر. هل مريت باللحظه دي وكانت سبب في الابداع؟ مريت في حياتي بثلاثه غابوا من قدامي. مين هم؟ في ولد كان في هندسه، يعني ابن حد صاحبي يعني، بقول العمر لو كان بمال هنجيب كنوز الحبايب، لكن قضى الله احتمال بالدمع ترجع يا غايب. ده برضو من الناس اللي كانوا عزيز عليا قوي، اسمه محمد علاء. مين تاني؟ وفي حد تاني بقى، دي تعتبر بنت اخويا. انا بعتبرها شهيده. فبقول كبرت الزهره الجميله والوشوش شافت علامه، شافت الزهره النحيله تملى دنيتنا ابتسامه، ضحكه رايحه وضحكه جايه، كم منانا تعيش شويه، يوم خطفها ويوم قطفها قالوا ده يوم القيامه. دي برضو من الناس اللي هي اتخطفت بسرعه يعني. طيب لو قلنا مين تاني، مين الشخصيه الثالثه اللي اثارت فيك لحظه الابداع؟
الشخصيه الثالثه انا متهيألي يعني كان يعتبر زميل دراسه او طفوله. الشخصيه دي كنت دايما انا وهو ايه في اتجاهنا للمدرسه سوا مع بعض رايحين جايين. بعد كده هو مهندس كبير برضه. بقول كتير بنحب نتقابل مع الماضي مع الاصحاب، وكنا صغار نقوم ونهب على الفاضي وتاني عتاب. تجمعنا اللعب بساعات وحدوته في ليل هنبات، ويجي الصبح بنكررها ايامنا ونبقى اصحاب. يعني طوالي برضو ايه يعني نفضل نتخانق واحنا صغيرين نعدي مع بعض كده. برضو مهندس مجدي محمود برضو حاجه من الناس اللي اتاثرت بيهم جامد جدا يعني. لحظه الابداع بتبقى لحظه جميله جدا في حياتنا، ساعات كمان الفرح بيدعو الى الابداع. فايه هي لحظات الفرح في حياتك اللي اثارت لحظه الابداع؟ انا والله الفرح ده يعني بيبقى بالنسبه للشاعر قليل قوي. والله يعني بس اكيد مرت عليك لحظات فرح اثارت لحظه ابداع وكتبت عنها، يعني اكيد يعني الشعر بيبقى فيه يعني اكيد فرحه عيد، فرحه مناسبه معينه، فرحتك بحد انت بتحبه وحقق نجاح. انا في حاجه برضو بقول اوعى تقول عفاريت وتروح في التوهان. والله تبقى بجد مشيت في طريق كله جنان. عفاريت مين يا خفيف، سيبك من التخريف، عمرك شفت مصايب الا من الانسان. طيب عندنا كل شيء عنك جميل، نقدر نعتبرها لحظه فرح. للاسف يعني برضو كل شيء عنك جميل وابتسامتك دليل، روح بتملى الكون محبة، تشفي قلب كثير عليل، إنسانية الحب فيها وحدانية الكون غاويها، تشتريها بكلمة حلوة وإن هوتها معاك تميل. وطبعا دي من الأعمال الجميلة كل شيء عندنا واللي يمكن يعني بتدل على الفرح، هي لحظة فرح كل شيء عندك جميل وابتساماتك دليل، روح بتملى الكون محبة، تشفي قلب كثير عليل، إنسانية الحب فيها وحدانية الكون غاويها، تشتريها بكلمة حلوة وإن هوتها معاك تميل. برضه من الحاجات. طب ما تيجي نتكلم بقى شوية ونفتكر مع بعض كده الكثير من فنانينا العظماء. يعني نقول مثلا كتبت إيه عن الفنان سمير غانم؟ الأستاذ سمير غانم ده يعني أنا بعتبره يعني برضو من الخسائر القوية. بقول لسه ياما في الجراب، ليه بتستعجل يا حاوي، ده انت صفحة من الكتاب، ده انت حدوتة وغناوي، ليه يا هايس تبقى لايس، ليه يا مسعود البكا، بالسلامة خلاص يا ميزو، روح مدام على الفرقة ناوي. الله. انا بعتبر سمير غانم ناس من اللي اثرت في الكوميديا بشكل قوي يعني، الحمد لله يعني ناس كويسة قوي. واحد من فنانينا العظام طبعا اللي اثروا في الحياه الفنيه، طبعا فنان سمير غانم. برضه من الفنانين العظام اللي اثروا الحياه الفنيه الأصابجي، وانت ذكرت الأصابجي في واحد من اعمالك وكان بعنوان يا قصب. هو يا قصب بقى دي بقى ليها حاجه حلوه قوي، لان ده كان طوالي معروف ان هو عاشق ام كلثوم على الفاضي. يعني هو فضل يحب ام كلثوم وضيع عمره في حب ام كلثوم. بقول ايه، بتحبها يا قصب بتحبها وفنيت حياتك جنبها وما نلتها، وفضلت كاره للي يذكر اسمها وعرفتها. يا قصب هي بصحيح الست وانت المدرسة، بتشوقك وتلوعك رق الحبيب وعرفتها. يعني برضو ايه، يعني انت لو هي كانت الست فانت الاستاذ، يعني انت الاستاذ، انت المدرسة بتاع ام كلثوم يعني. احنا بقى عايزين يعني بعيدا بقى عن المناسبات المختلفة اللي كانت أثرت في حياتك وكانت سبب في لحظات الإبداع، عايزين برضو نذكر الفرق بين الشعر والرباعي وأيضا القصيدة، أو الشعر الرباعي والقصيدة المغناة. القصيدة المغناة اللي أنا عملتها اللي اتقالت اللي هي قليل الأصل دي أنا عاملها في حدود 20 بيت. دي برضو عشان
ما يبقاش احنا دايما محطوطين في الرباعيه، لان الرباعيه ليها شكل بيتحط مع اللوحه. اللوحه بتتحمل رباعيه بالظبط، او اللوحه بتبقى شكلها جمالي لما حد يجي يخش على في معارض ولا حاجه، بتحس ان اللوحه شايله رباعيه حلو جدا. دي بتبقى دي رباعيه ولا اغنيه؟ لا رباعيه. طب الفرق بين الاغنيه والرباعيه ايه؟ الاغنيه يبقى في هي الرباعيات برضه بتتغنى طبعا حسب ما انا عشان كده بقول. لكن في واحد بيبقى كاتب الاغنيه علشان تتغنى. يعني احنا لما جينا نعمل حاجات برضه للاغاني، بتبقى الاغنيه مثلا هي رسمه نفسها انها تتغنى، يعني بتبقى عايزه تتغنى، ما فيش حاجه يعني. يعني واحد بيقول ايه، كنت بحلم طول حياتي تبقي اجمل ذكرياتي، وابقى واحد منها، وابقى متغرب يوماتي، واشتكي في سهري وليلاتي، حضني يبقى في حضنها، يا جميله وايه يساوي زي غنوه من الغناوي، لما توصف روعتك شبرا احلامي واهاتي، اشتياقي وامنياتي، مين هيجي في حسنها؟ دي شبرا. يعني جميل. يعني انت المنطقه كمان اثرت فيك، ويعني اثرت لحظه ابداع زي ما بنرجع نقول على لحظات الابداع. طيب لو اتكلمنا كمان عن الفرق بين الرباعيه وبين القصيده، وليه انت حبك للرباعيه؟ ايه سبب؟ يعني انا شايفه ان معظم اعمالك مايله للرباعيه اكتر من القصيده او من الاغنيه. انا عامل في حدود 600 رباعيه. ال 600 رباعيه محطوطين في 600 لوحه. يعني انت حابب ان انت اعمالك تكون قصيره وفي رباعيات، وفي نفس الوقت بتكون موضحه بلوحه، زي ما كده شفنا الكثير من الاعمال الخاصه بالفنانين. الرباعيات بتبقى يعني زي ما تقولي بتستحفظ بسرعه وما تتنسيش، وبعدين بتبقى مؤثره. بتتحفظ. وبتبقى مؤثره، وبعدين هي في نفس اللحظه ما بتبقاش ده بتبقى عمل فني متكامل. وبعدين بتقرا اللوحه بشكل كويس، لما تيجي تبص على لوحه تلاقي نفسك كل اللوحه مكتوبه في رباعيه. يعني ما فيش اكتر من كده، يعني اللوحه ما تتقالش في قصيده. لو هتقول بقى قصيده يبقى تفصلها عن اللوحه. جميل. شاعرنا والزميل الاستاذ جمال عبد الوهاب، ايه سر حبك للوحه، اللوحات المختلفه ووجودها على القصيده؟ وهل ده بيضيف للقصيده ولا ممكن يجذب نظر المتلقي او المشاهد من القصيده؟ انا يعني زمان كان الواحد لما بيجي مثلا يتفرج على جورنان او مجله يلاقي رسمه وتحتها كلام، اي كلام، ان كان اغنيه، ان كان قصيده، ان كان اي حاجه. لكن انا كان دايما حلمي ان انا ادمج اللوحه مع الرباعيه، بحيث ان تشيليها ورقه واحده كده تبص عليها مع بعض، عمل متكامل، عمل فني متكامل، لوحه ورباعيه. ده كان طول عمري بحلم بده. حتى لما جينا نعمل المعارض كان الناس تخش يقول لك ده احنا داخلين نتفرج على كلام. تلتين العمل كلام والتلت الثاني لوحه. وبعدين انا بتعامل مع فنانين يعتبروا من عظماء الفنانين في مصر وفي العالم العربي كله. عندنا بسم الله ما شاء الله ملك البورتريه في العالم العربي كله الاستاذ محمد ابو طالب، والمبدع الاستاذ وجيه، الاستاذ وجيه ياسا، والدكتور طاهر عبد العظيم، والاستاذ عبد العزيز تاج، ناس كتيره جدا، والاستاذ عمر صديق، والاستاذ احمد الصباح، وماهر دانيال، ناس كتيره جدا. 95 فنان وفنانه بيشتغلوا معايا في اللوحات، منهم يمكن 80% من اللي بيرسموا في الجرايد. شاعرنا الكبير استاذ جمال عبد الوهاب من الشخصيات اللي غابت عنا قريبا وكان ليها تاثيرها على حياتنا كلنا، أبلة فضيلة. وانت كتبت عن أبلة فضيلة. أبلة فضيلة دي يعني سبحان الله، يعني كانت برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد عملها. قلت يا حبايبي يا حلوين فاكرين أبلة فضيلة، تنده على الغاليين تحكي حكاية جميلة، يا حبايبي يا تايين ما بقاش أبلة فضيلة، بقى في ناس تانيين واخدين كام تعسيلة، فين غنوة وحدوتة، مين هيقول توتة توتة، مين هيلم العيلة مع غنوة وحدوتة. كمل سيادتك. يا حبايبي يا حلوين جايز أبلة فضيلة ترجع بعد سنين تحكي حكاية طويلة. الله. دي برضو من مفيش حد ما ترباش على أبلة فضيلة. أكيد. وكان لها تأثيرها، دي تأثيرها على أجيال بصراحة يعني. هي والأستاذ أمال فهمي، أمال فهمي في على الناصية طبعا، وأبلة فضيلة غنوة وحدوتة. طب أمال فهمي كتبت لها حاجة؟
لا للاسف، بس يعني حاجه حلوه كده. الراديو ده كان ليه مذاق حلو. والى الان يعني اه اللي بيحبوا الراديو هيفضلوا طول حياتهم. على فكره الراديو يعني ليه تاثيره يعني انا من عليهم، يعني والسمع بالذات ليه تاثيره انا عليهم. من عشاق الاذاعه. الاذاعه والشرق الاوسط والاستاذه ايناس جوهر، مم. لدرجه ان انا سميت بنتي الكبيره ايناس. ايناس على اسمها هي. طب ما عملت حاجه لايناس جوهر لا بقى برضو رغم هذا الحب الشديد؟ حب غير عادي. ايناس جوهر دي تتكلم، الواحد كان واحنا بقى كنا بنذاكر وحاجات زي كده، تسالي وصب عليك ومش عارف. الشرق الاوسط دي انا كنت بحس انها اذاعه متمرده على الوضع مختلفة، آه شبابية هي زي دلوقتي مثلا زي وصوتها هي كمان كان بيتنطط. مش طبيعي، صوت مش طبيعي، صوت كله ضحك ومرح وشباب بالظبط. مفيش حاجة يعني. ما أنا كنت أسمع صوتها كنت أحس كده، والله كان جسمي بيقشعر. كنت بحلم بس أتجوز وأخلف وأول عشان أجيب إيناس تبقى إيناس، وسميت إيناس. ما شاء الله. طيب شاعرنا الجميل الأستاذ جمال عبد الوهاب، زي ما قلت كده من بداية لقائنا، برضو من الشخصيات اللي بتأثر في كل واحد فينا الأم. وانت ذكرت الأم في واحدة من رباعياتك، طبعا مش هتتنسي، لأن كل واحد فينا قد إيه متأثر بأمه. أبتدي؟ والله. قلبك يا أمي بلون الجنة والأسرار، ريحتك يا أمي تزيد من سحرها الأعمار، مسكين فقير الحنان عايش ذليل مكسور، يا أمي في إيه في الحياة بعدك عشان نختار. دي عملت اللوحة دي فنانة سكندرية اسمها دعاء البيك. أنا أول ما شفت اللوحة دي، هي معمولة تحس إنها أب وأم وأسرة. أنا وجهتها للأم بس. أنت حسيت فيها بالأم؟ حسيت الأمومة، اللي أنا بعتبر اليتيم يتيم الأم، لأن الأم دي هي كل حاجة. بتهيألي ما فيش أغلى ولا أعز من الأم أبدا مهما حصل. طيب نرجع تاني لرباعياتك ونقول نذكر أهم الفنانين برضو اللي ذكرتهم في رباعياتك. طب أنا عايز أقول برضو احنا كنا بنمر بمواقف دايما نقول ايه، ام الشهيد. ام الشهيد طبعا. ام الشهيد دي يعني بحس كده لما باجي اتكلم عن ام الشهيد لازم اتكلم باللهجه الصعيدي. بحس ان الشجن كله بيجي من الصعيد. فبتقول الام بتقول لابنها، بتقول له بنتعود على فراقك وبرضه النار ما صبراش، تشعل القلب عشاقك وغير صبري ما طيلاش، تروح مني وانا في حيره وتعبوا الاهل والجيره، بترحل ياما وتعاود ودي المره ما خبراش. برضو من الحاجات اللي انا احساسي كده ان الشجن يجي من الصعيد. اكيد الشجن كله يجي من اللهجه الصعيدي، مش الصعايده اللي بيطلعوهم كده، لا ده خش الصعيد بجد. المشاعر الصادقه القويه جدا بالظبط. الصعيد اللي وخاصه بقى الام في الصعيد. الصعيد اللي هو بجد، اللي هي الام اللي بتبقى بتكبر وتربي وتعمل حاجه تانية خالص. اعتقد هي الام في كل يعني مجال، في كل المراحل بيكون ليها تاثيرها. الحب بقى والغرام اكيد، يعني لحظه الغرام والحب دي مريت بيها وكان اكيد ليها تاثير على ابداعاتك. اتعلمي مني الغرام. اتعلمي مني الغرام وتحملي. واستحملي. اصل الحكايه واستحملي. اصل الحكايه مش غرام مش كلام وتهملي. الحب ملهوش في الغناوي لوحدها. الحب نار لو كنت ناويه تكملي. ده برضه كلمني عن الغرام والحب. ده لوحه كان عاملها لي الفنان الجميل قوي اسمه عصام كمال. حاجه من الحاجات اللي انا بعتبرها شرف ليا طبعا، ان انا بشوف الناس دي برضو، ان انا بكتب على حاجتهم، وبرضو اقول بتسيبيني لليالي وترجعي تتكلمي، وانت ادرى الناس بحالي، بتسيبيني وتحلمي بفارس يجيلك وبجناحاته يشيلك، توهمي روحك تجيلي وترجعي لي وتندمي.
شاعرنا استاذ جمال عبد الوهاب، ايه اكتر الفترات في حياتك اللي حسيت فيها ان انت فعلا هذه الفتره يعني كامله كده هي لحظه ابداع؟ دايما في ثانوي. هو في ثانوي والتمرد نفسه. ممكن الواحد ممكن يكون بيعمل حاجاته ومش شرط تكون جيده. هو حاسس انه جواه طاقه، لكن لما بيكبر بيحاول يهندم الموضوع شويه. لما بيكبر اكتر بيحاول يخصصها. اما بيكبر اكتر واكتر يحاول يشوف مين اللي هيستفيد منها. انما ثانوي الواحد بيتمرد، بيكتب كل يعني حاجة. اكتر فتره فعلا بتبقى هي دي فتره الابداع الشديد في حياتنا، لان تبقى فيها كل المشاعر، يعني بيحب زي ما بيقولوا كده، يعني المشاعر ملتهبه والحركه سريعه ويزعل بسرعه ويحب بسرعه ويزعل بسرعه ويتاثر بسرعه. طب ايه رايك نرجع بقى لواحد من الفنانين اللي اثروا في حياتنا كلها ويعني اظهروا كل لحظات الابداع، وهو عبد الحليم حافظ. ويوم ما كتبت عن عبد الحليم حافظ كتبت عن قارئة الفنجان. أنا عبد الحليم بالذات أنا بعتبره اللي ما حبش وسمع عبد الحليم يبقى يعني حبه ده ملوش لازمة. أو العكس، يعني اللي ما سمعش عبد الحليم ما حبش. يعني أنا بعتبر كده. هو عبد الحليم حافظ هو الحب الحقيقي. هو الحب الحقيقي، يعني بالنسبة للوسط. كل أغنية عشنا فيها لحظات الحب بتاعتنا. مش لازم حتى أكون أنا مريت بالتجربة، لكن كفاية إن أنا عايشها مع أغنية عبد الحليم. عبد الحليم هو ده اللي احنا بنقول عليه الظاهرة. الناس دي ظواهر ما بتتكررش. إن كان هو ولا أم كلثوم ولا عبد الوهاب أو الأصابجي، ظواهر وما بتتكررش ومش هتتكرر للأسف. يعني احنا لما نيجي نقول عمر عبد الحليم الفني كام؟ 25 سنة. زي ما قلنا قبل كده مستحيل هتلاقي حد ال 25 سنة دول أنا أنت غيري مش حافظين كل شغل عبد الحليم. أكيد. في ناس بتغني بقالها 30 و40 سنة والله ما حافظين لهم 10 أغاني ولا 5 أغاني. يعني حافظين أفلام عبد الحليم كاملة، أغاني حافظين بالكلمة. يعني شوف اما طب إيه رأيك ما نتكلم بقى، يعني إحنا كان دلوقتي على الشاشة قدامنا قارئة الفنجان. نقول قارئة الفنجان؟ طب ده قارئة الفنجان مش لعبد الحليم للأسف. حالي عدم والنبي هتشوفي إيه مكتوب، قولي لو تكدبي قولي لي لو قولي لي لو تكدبي محبوب وده المطلوب، وبلاها سكة سفر أو في فلوس جايين، قلبي اشتكى من في وحدته وانا ما استاهلش ذنوب. دي قارئة الفنجان برضه عاملاها لي دعاء البيك. الله الواحد بيستوحي دايما من شغل الناس دي. هنفضل نستوحي برضه طول عمرنا من عبد الحليم، من جنى الهوى، من سواح، من غيره من شغل الناس دي. اكيد طبعا هنفضل نستمر على طول نبدع من ابداعاتهم. ما انا يمكن اول ما قلت قارئة الفنجان قلت عبد الحليم. هي عبد الحليم. يعني هو مش شرط ان القصيده تبقى عن عبد الحليم، لكن عن قارئة الفنجان، يعني موضوعات عبد الحليم كلنا اتاثرنا بيها. عبد الحليم زي ما نقول رباعيات طلع جايين، زي مش عارف مين رباعيات الخيام، زي ما نقول فلان الاغاني احمد رامي وام كلثوم ورياض السنباطي. ففي ناس كده يعني زي ما تقول تخصصات مع بعض. طيب شاعرنا جمال عبد الوهاب الى اي مدى تاثر برباعيات صلاح جاهين؟ صلاح جاهين مختلف اختلاف كلي وجزئي عني. بالظبط. ما هو لكن انت اتاثرت، انت حبيت رباعيات. ما فيش حد يقدر ينكر وجود شخص اثر في الدنيا. بالظبط. يعني صلاح جاهين اثر في اي حد طبعا. واللي ما يقولش ان انا ما اتاثرتش بصلاح وجاهين ولا يبقى ما بيكذب. اكيد. صلاح جاهين ده وخصوصا اجيالنا يعني اللي عاشت على هذه الاعمال الخالده. ما متهيألي ده الناس حافظ تفتح عينيك ويمشي بخفه ودلع الدنيا هي الشابه وانت الجدع. شوف خلي بالك شوف رشاقة خطوتك تعبدك. بس انت يعني لو بصيت لرجليك حاجات ما بتتنسيش. وخصوصا ايناس جوهر اللي كانت بتقولها. ميه حلاوتها في كده. ما حدش يقدر ينكر الرموز. اكيد. الرموز ما بتتنكرش ولا تتلغي. احنا كلنا عايشين بنشرب منهم، بس بنختلف في حته التعبير. لان بس مدارس بتسلم بعض.
اكيد، وكل واحد وأجيال بقى ليه بتكلم اسلوبه بعض. اللي بيطور بيها ده دي بيطور، المدرسه. ممكن يجي واحد احسن مني وفلان يجي احسن من فلان، وانا عارف ان صلاح جاي مثلا عامل 120 رباعيه زي ما قالوا لي، مم. انا عامل 600. هل انا مثلا اتفوق عليه؟ لا. هو دي كل حاجه. واحد وليه اسلوبه، كل دي واحد حاجه ليه ودي حاجه. يعني 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 طريقته اللي هو اتخذها اما لاظهار موهبته. اما قلنا نجيب طب ايه الريحان. رايك لما نتكلم على واحنا بنتكلم كده على لحظات الابداع؟ اكيد البدايات دايما بتكون لحظات ابداع، وانت كتبت رباعيه عن البدايات. والله انا نفسي يعني البدايه كان اسمها البدايه مش كده؟ في كتير والله برضو من الحاجات انا برضو عايز اقول برضو على مم. على مش على البدايه، بقول على، طب ما نقول البدايه الاول وبعدين نكمل. انا هقول على حاجه مم. الناس برضو بتحبها قوي. ايه هي؟ زياره المقام، زي زي لما السيده زينب، لما زي تزور الحسين المقام والحاجات. انا برضو الحاجات دي لفتت دي نظر اكيد الواحد. يعني اللي كان ليها برضه تاثيرها في لحظات الابداع في حياتك. انا ما بروحش حاجه خالص، بس ما بتروحش المقامات خالص. خالص. يعني مش من هواة الحاجه دي، بس اتاثرت بحته ان في ناس واخداها شغلها الشاغل. مم. فبقول ايه، مدد يا ست ام هاشم ياخدوا الحسن والحسين، ومشينا ونسينا والله المواسم، والناس تروح لك فين، الواد وصابه العوج، والبنت والبنت مرضانه، واليوم والبنت حزين والبكا، وبعيد بعيد عن السامعين. السامعين. يعني بيقعدوا يشتكوا للسيده زينب، ويشتكوا للحسين، وبيشتكوا. طب يشتكوا لربنا. ده مش معنى، ده مش تقليل من الشخصيات الرموز بتاعتنا الدينيه الكبيره دي، لا، بس برضه ناس بتحط عمها كله في زياره السيده، وفي زياره الحسين، وفي زياره ناس طبعا ما نقدرش في نتكلم زياره عنها. المقامات اه عموما. طيب ايناس جمال عبد الوهاب، كتبت ايه لايناس جمال عبد الوهاب؟ ده اكيد طبعا من الشخصيات اللي اثرت في حياتك وكانت سبب في الكثير من الابداعات. هي الناس دي انا ما اعرفش اقولها دلوقتي، بس انا بنتي دي هي تعتبر اول فرحتي. اكيد طبعا، واغلى فرحه. وهي اللي تعتبر بالنسبه لي هي في كفه، وكل اخواتها في كفه، لان هي اول فرحتي. اخواتها كلهم برضو حلوين وكويسين وزي الفل، بس هي معايا على طول، وهي المميزه بالنسبه لي. يعني هي طوالي هي المميزه، لان هي الاولى، او هي اللي خدت 90% من الحب، لانها الاولى. بعد كده بقى في ممكن يكون في حد جه احسن منها، وفي حد جه، لكن طبعا هي دي البكريه زي ما بيقولوا. وبعدين ده اتسمت ايناس مخصوص الحلم الحلم. طب نقول لها كبرت الزهره؟ ما هي دي كبرت الزهره دي اللي احنا قلناها من شويه. كبرت الزهره الجميله والوشوش شافت علامه، شافت الحلوه البنت اللي انا للاسف اللي تملى دنيتنا ابتسامه، ضحكه رايحه وضحكه جايه، وكان منانا نعيش شويه. لا دي البنت اللي هي توفت دي برضه. دي بعد الشر عليها، ربنا يخليها لك ويبارك لك. يا رب يخليك، يا رب، يا رب يخليك. طب نقول البدايه. انا نفسي برضو ان احنا ايه نتكلم برضو ازاي احنا نوصل بعملنا ان الناس تشوفه. انا نفسي ايه اللي يخلي العمل والابداع يوصل لقلوب الناس، او ايه اكتر حاجه بتخلي العمل والابداع يوصل لقلوب الناس؟ اما بيكون صادق. يعني مثلا لما جيت اتكلم عن زواج الخاطرات، لقيت اكثر من مشجع ان احنا عايزين نعمله. لقيت فرقه احنا هنعمله زي الفرقه اللي هي يعني مجتهده دي. انا ما ببصش ده بكام ولا مش بكام، نعمله. لقيت في دكتور كويس جدا اسمه نور بسيوني، اللي هو عامل لي برضه شغل قبل كده، قال لي انا عايز اخد المونولوج ده اعمله. خده، وشويه الحاجات اللي داخله في قلب العمل ده، انا نفسي ده يتعمل. ليه بقى؟ لان ده بيداري او بيبرز اخطاء العائلات في زواج البنات. هي دي المشكله بتاعتنا. البنت بتطلق ليه، او البنات بيتطلقوا ليه؟ عدم الاختيار، او ازاي انت ما بتختارش، ازاي انت مثلا بتتخدع. ما انت بيجي الواحد مهندم ويقول لك ده انا وانا مش عارف ايه، وتشوفه ملتزم وبتاع، تقول مستحيل ده يكون يتغير. تيجي الفاجعه بعد كده، لما تلاقيه قليل تشوف وش تاني خالص وحاجه تانيه خالص،
ومستوى تاني خالص، وتحس ان هو كأن مثلا اشترى اللي اتجوزها دي. طب استاذ الشاعر الجميل والكبير استاذ جمال عبد الوهاب، نختم النهارده حلقتنا بواحد من القصايد اللي انت بتحبها بقى، او واحد من الرباعيات اللي انت بتحبها جدا. تحب تختم لنا حلقتنا النهارده باي رباعيه؟ زي ما بدأنا بمصر نختمها بمصر. نختمها بمصر، اتفضل. فبقول احنا لسه شعب طيب، شعب عايش على المحبة، لسه فينا عجوز يطيب، جرح بيحير أطباء، فينا دين قبل الديانة، دين ما يقبلش الإهانة، عندنا خير بس نفسي نبقى زي زمان محبة. أنا متهيألي مصر دي اللي ما عاش فيها، اللي ما شافهاش، اللي بيتطاول عليها، انت ما شفتهاش، انت ما تعرفهاش. والله العظيم الناس دي ما شافت البلد بجد. المعاناة ما دي حسيتش قد ايه خالص بالمصري يعني والشعب المصري وبالاماكن المصريه احنا وبالنيل المصري. والله العظيم اقسم بالله احنا في زمن في معاناة. بس زمان لما كان الخديوي اسماعيل والناس دي كانت بتعمل وبتضحي وبيعملوا شغل بالسخرة ويحفروا القناة ويعملوا ناس ماتت كتيرة جدا. الناس اللي ماتت دي احنا بناخد خيرها دلوقتي. ما هي القناة دي اللي بتدخل لنا الأعمال اللي احنا بتتعمل دلوقتي. ما هو دي احنا هناخد خيرها دلوقتي، ممكن ناخد خيرها بعدين، أو غيرنا ياخد خيرها بعدين. شاعرنا الكبير والجميل الأستاذ جمال عبد الوهاب، نورتنا وأسعدتنا برباعياتك. يا رب يخليك. وأنا كنت سعيدة بكل رباعية بنقولها يا رب يخليك النهاردة، وبإبداعاتك دايما. بنتمنى لك دوام الإبداع ودوام النجاح، وبشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. ومن خلال مع حضرتك برضو أتمنى أي حد يلجأ لي في إني أعمل حتى لو مجانا. أنا ممكن أعمل مسرحيات، أعمل أعمال كويسة، أغاني برضو تخص يعني في كل المجالات. في كل المجالات. شاعرنا الجميل، كل الشكر والتقدير لوجودك معانا، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق ودوام الابداع. بشكرك جدا على وجودك في حلقتنا النهارده. كل احبائنا المشاهدين، كل الشكر والتقدير ليكم على متابعتكم لينا النهارده من خلال برنامجنا بالريشه والقلم. هنلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل، وبكره معاكم اسره سعيده وجديده من خلال البرنامج. الى اللقاء.